المشاهدين، الأجازة في اسكندرية لها مذاق خاص جدا، وده لأنها عروس البحر المتوسط. يكفي جوها العليل اللي لا مثيل له في أي مكان في الدنيا، وده على فكرة يعرفه اللي اتغرب عن اسكندرية وبعد عنها. ولا ننسى كمان شواطئها الطويلة الممتدة من أبي قير حتى بحري، وكذلك شواطئها الطويلة الممتدة على طول الساحل الشمالي بقراه ومنتجعاته السياحية الرائعة. أعزائنا المشاهدين، وإحنا بنقضي أجازة في اسكندرية وما أحلاها، في الحقيقة محتاجين نعرف إزاي نستمتع بالأجازة، لأن في ناس وبعض الناس بيكون عندها يعني أجازة من شغلها، ولكن في الحقيقة بتبقى مش عارفة تعمل إيه في الوقت ده، ومش عارفة تفكر إزاي وفين تقضي أجازتها. في الحقيقة محتاجين نسمع نصائح واقتراحات كتير عن هذا الموضوع من ضيفتنا العزيزة دكتور منى علي إبراهيم، خبيرة التنمية البشرية. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا حبيبتي وكل احبائي المشاهدين في كل الدنيا. والحقيقه لاول مره انا بقدم في اسكندريه على نايل سات لكل احبائي واصدقائي، فبقول لهم اجمل كلام يمكن ما كنتوش بتشوفوه معايا على الفضائيات التانية، بس كنت بقول اجمل كلام فعلا في اسكندريه لانها مدينتي وحساها وحباها من كل قلبي فعلا. طبعا. ايه رأي حضرتك يا دكتور في موضوعنا؟ معايا ان في طبعا اسكندريه عايزين نقول للناس قد ايه اسكندريه جميله. احنا طبعا مش عايزين نقول احنا منتمين لاسكندريه جدا، متعصبين، عايزين نقول لكم جدا لاسكندريه، بس كمان اسكندريه تستاهل لانها مليئه بالاماكن الجميله. عايزين نقول بقى ايه احلى الاماكن في اسكندريه من وجهه نظر حضرتك، وازاي نقضي اجازه سعيده فيها. الحقيقه طبعا بغض النظر عن ان احنا بننتمي لاسكندريه فبنحبها وبنقول عنها احلى كلام، الناس كمان بتقول عليها كده، وكل الناس اللي بتجيلنا طول فتره الصيف او الشتاء بيبهروا بهذه المدينه، يعني لدرجه الناس حتى من خارج جمهوريه مصر العربيه، من كل البلاد العربيه والبلاد الاجنبيه، لما بيجوا لساحل الاسكندريه بالذات بيقولوا لي ده مميز جدا وبيستمتعوا بيه، لان انت عارفه الشط عندنا احنا يعني بتسافري في اي حته الشط عباره عن زلط، لكن احنا عندنا رمله، يعني الشاطئ الرملي الرائع، الجو المعتدل الجميل، لدرجه في عز الشتاء احنا اسكندريه حلوه مش بس في الصيف، ده ليها يعني جميله، ليها جمال خاص جدا في الشتاء. يعني في ناس فعلا زي ما حضرتك بتقولي بيجوها مخصوص في فصل فعلا الشتاء عشان يستمتعوا بقى بالشاطئ وبالهدوء بالظبط. ومهما كان الجو بيبقى برد ما بيبقاش طبعا زي اي حته في الدنيا. اسمحي لنا يا دكتور، احنا معانا مداخله تليفونيه. الو الو. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك، اتعرف بيك. اهلا بحضرتك، الاستاذ منصور من اسكندريه. اهلا بحضرتك يا فندم. والله احنا بس طبعا بنبارك لحضراتكم على البرنامج وعلى القناه، واحنا بنتمنى نشوف حضراتكم في اكتر من كده كمان، بس انا عايز اكلم حضرتك في جزئيه في الشواطئ. يعني احنا بس عايزين حضرتك نستاذن سياده المحافظ، الشواطئ المجانيه ما بقاش في شواطئ مجانيه زي الاول. انت عارفه اغلبيه، انا مش بتكلم عن نفسي والله، بس انا بكلمك عن شريحه كبيره، وده جميل في الحقيقه ان حضرتك بتحس بغيرك. اتفضل. انا بقول لحضرتك شريحه عريضه جدا من اسكندريه ما بيعرفش يصيف، لان طبعا اغلبيه شواطئ حضرتك مميزه وفلوس، وانت عارفه تكاليف دلوقتي، والحياه نفسها هنا يعني ما بقتش زي الاول، وانت شايفه بعد الثوره اللي حصل. فاحنا بس بنطالب يعني عن طريق حضراتكم ان سياده المحافظ يفتح لنا بس الشواطئ المجانيه، يبقى في كام شاطئ معروفين عشان حتى يعني الناس تقدر تروح هو في الحقيقه كلام حضرتك سليم جدا، وبنضم صوتنا ليك. وفي الحقيقه هو اوريدي في شاطئ تقريبا شاطئ جليم مجاني، ولكن طبعا احنا بنسعى وبنامل من المسؤولين ان هم يزودوا عدد الشواطئ المجانيه عشان تتاح لعدد اكبر من المصطفين والمحدودي الدخل، عشان هم كمان يرفهوا عن نفسهم. وانا بشكر حضرتك جدا لهذه الروح الجميله الايجابيه تجاه غيرك من الناس. شكرا ليك يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا لحضرتك. طبعا اتفضلي يا دكتور. من حق كل فرد في المجتمع ان هو يستمتع بالمصيف ويستمتع بالشاطئ ويستمتع بجمال البحر والرمله والشمس، ما بتبقاش بس قاصره على اللي يقدر يدفع، وده مطلب للناس كلها. في شواطئ الحقيقه ليها يعني في معينه، وفي شواطئ مجانيه. كل ما الشاطئ بقى ليه زي رسم دخول مرتفع، اصبح الشاطئ فيه بعض الخدمات الاعلى مستوى والاكثر نظافه، لان طبعا هم بيمولوا الشركه اللي بتاجر الشاطئ ده بتمول
بتمول نظافه الشاطئ وخدماته من التمويل ده. فاحنا عايزين نامل ان الخدمه دي تكون خدمه حكوميه، بحيث ان هو ما تبقاش خاصه علشان الكل يستمتع الحقيقه. يعني يمكن ناس كتير قوي كانت بتشتكي انها اتحرمت من الشاطئ، شاطئ المعموره مثلا كان في الاول كل الناس تقدر تستفيد، دلوقتي بقى مقصور على ناس، واللي قادر يدخل من بره بيدفع الحقيقه تذاكر مرتفعه الثمن. وكذلك المنتزه كمان، والمنتزه اصبحت برضه ودي اجمل مكان في اسكندريه الحقيقه. المنتزه مين فينا انا عايزه اقول لحضرتك احب مكان ليكي بقى حضرتك شخصيا يعني. انا الحقيقه بحب يعني عارفه اللي هو اولها واخرها بحب المنتزه جدا لانها مكان رائع. كلنا يعني كل الناس اللي تسمعني حتى كان ليها ذكريات في المنتزه الجميع يعني فعلا طبعا في الحدائق والبحر والشواطئ، المناظر الطبيعيه، القصر يحسسك ان انت في مكان عريق حلو. ارتباطنا بالماضي بتاريخنا الحلو. اسكندريه بلد كان كلها زمان فيها اجانب وفيها يعني ده مكان الاستمتاع لملوك مصر يعني، اكيد هو مكان مميز فعلا. واحنا بنتكلم عن الجمال والشاعريه في الحقيقه بيسعدنا ان يكون معانا اتصال تليفوني من الاستاذ الشاعر. اتفضل حضرتك. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا بحضرتك يا فندم. كل عام وانتم بخير. اهلا بحضرتك. الاسم والله؟ انا الشاعر الغنائي عصام محمد محمود. اهلا بيك يا استاذ عصام. ميامي. الف مبروك على انضمام تلفزيون اسكندريه وقناه المحروسه النايل سات. الله يبارك في حضرتك. وانا بمناسبه الافتتاح وبمناسبه انضمام اسكندريه للنايل سات كتب كلمات صغيره لشواطئ اسكندريه الجميله. جميل، يا ريت. فممكن اخد يعني اقل من دقيقه. اتفضل حضرتك، ده يسعدنا. اتفضل. وكانت البدايه في رحله سيف اتقفلت عيوننا ولون الطيف وتوعد هوانا من بين الوف وشاورت ايديا لبنت الريف وكان حب ليها من غير زيف ضحكت عيوننا نسينا السيف وشمس البهيه تدور الطوف ومرت سحابه تداري كسوف عيون البهيه بنت الريف. الله. وراحت وتاهت ما بين الصفوف وراحت وراها عينيا تطوف تدور عليها وعلي يشوف عيون البهيه اسكندريه. شكرا لحضرتك جزيل الشكر على هذا يعني هذه المساهمه الشعريه الرقيقه جدا. الف شكر لحضرتك. طبعا هنا اكيد اسكندريه وطول عمرها منذ تاريخها وهي ملهمه للشعراء وللفنانين. بالظبط. انا نفسي ما بعرفش اكتب غير قدام البحر يعني دايما يقولوا الكتاب كل واحد ليه مكان بيكتب فيه، فانا لو مش شايفه البحر قدامي ما بعرفش اكتب. يعني بحس ان كل الافكار كل الاحساس بيجي لي من قدام البحر. يعني احنا معانا كمان برضو اديبه يعني وشاعره. انا كاتبه مش كاتبه. اهلا بحضرتك. فطبعا الحقيقه هو البحر ملهم وهو اكتر حاجه في الدنيا بتساعدنا على اخذ الطاقه، ان انت تقفي قدام البحر بهواه المتجدد وبحركته التي لا تتوقف سبحان الله. ولازم علشان نقدر نستمتع بهذه الصوره الجميله نفهم قد ايه قدره الله سبحانه وتعالى في ان الموج ده وانت واقفه الموج بيبقى في منتهى العلو يجي يقف عندك. ليه ما بيطلعش؟ ليه قدره الله يعني سبحانه وتعالى بيحسسنا كانه صديق معانا مش مجرد بيفتح لنا باب نفكر. احنا في الحقيقه معانا اتصال تليفوني اخر. الو. ايوه، السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا بحضرتك يا فندم. اسم حضرتك؟ محمد شعبان مع حضرتك. اهلا بيك يا اخ محمد. انا هنقول لحضرتك حاجه. انا بنتي في الامارات اتصلت بيها مخصوص وقلت لها اسكندريه منوره على الشاشه النايل سات. ربنا يخليك يا فندم. كانت الدموع على عينيا والله ما شاء الله. فقلت لها لو سمحتي اسمعيني كده عشان لما ابعت لك اهداء ابعت من عندك. فانا بهدي بنتي وزوجها والمولود يوسف الجديد وآية بقول لهم شاشه اسكندريه منوره على النايل سات. انظروا ليها وبصوا لو انتوا عايزين بتحبوا اسكندريه بصوا اسكندريه من خلال القناه الخامسه اسكندريه على الهواء. فربنا يبارك فيكم. ربنا يخليك يا فندم والله. ربنا يخليك ويخلي لك اولادك وشكرا على المساهمه الجميله دي والله. انا ليا طلب واحد. اتفضل حضرتك. حضرتكم يعني بهذا البرنامج الطيب الجميل الستات والستات والرجاله مش ستات بس. طبعا. ان شاء الله. انا عايز بس ناخد من ابو قير حته من وقائع ابو قير الجميله لننشرها للناس برضه ان تبان اسكندريه لغايه السلوم لغايه مطروح. الشواطئ دي كلها محتاجه ان احنا نشجع السياح ان يجوا ويجتذبوهم ونقول لهم اتفضلوا شوفوا اسكندريه، شوفوا جمال اسكندريه، شوفوا اهل اسكندريه. فعلا الناس كلها فعلا كلام حضرتك سليم. فانا بناشد جميع السياح بان يجي يشرفوا اسكندريه واسكندريه بجمهورها بترحب بكل الناس. اسكندريه المحبه، اسكندريه المخالصه، اسكندريه اللي عندها اخلاص في التعامل مع البشر
فارجو من الله سبحانه وتعالى ان يجعل اسكندريه نورا دائما للحضاره كلها يا رب العالمين. واحنا بنضم صوتنا لحضرتك والله، وشكرا ليك على هذه المداخله. شكرا يا فندم، شكرا. حاجه جميله قوي فرحه الناس الحقيقه النهارده بظهور القناه على النايل سات فعلا يعني. وده شيء يسعدنا طبعا. وده احنا حاسين ومبسوطين قوي، الناس كلها حاسه نفس الاحساس يعني. فعلا، لان هي دي كمان خدمه، عارفه حضرتك زي ما هو قال للمغتربين المصريين اللي هم عايشين في الخارج. أيوة بالظبط. ان هم بيحسوا بحنين ما تتصوريش قد ايه يعني. كمغتربه واحده زي مغتربه يعني كان قد ايه بنبقى سعداء لما نشوف بلدنا على الشاشه. حضرتك طبعا بذكر منطقه شواطئ ابو قير، قد ايه طبعا منطقه ابو قير ومنطقه بحري، المناطق اللي هي الاصيله اللي بتحسسنا فعلا واحنا موجودين ان احنا في اسكندريه. حضرتك ذكرياتك عنها ايه وتقولي عنها طبعا إيه؟ الاماكن دي كل واحد فينا عارف جمالها يعني، وانا اتوقع السنه دي وبالنسبه للظروف اللي مرينا بيها من اول يناير لحد دلوقتي هتكون اسكندريه بجميع شواطئها من اكثر مناطق الجذب في جمهوريه مصر العربيه وفي العالم كمان، لان اسكندريه امان وجميله جدا. منطقه ابو قير فيها ناس اللي هو عارفه الناس الشعبيين اللي بيحموكي فعلا يعني، محدش هيلاقيكي في ازمه. ولاد البلد بقى، ولاد البلد ولاد بحري وكمان بنات بحري ستات. المصطافين عامه هيلاقوا نفسهم مبسوطين جدا، وفي حمايه تامه فعلا هناك وفي كل اماكن. علشان نقدر نستمتع بالصيف فعلا ونبتدي بدايه جميله لازم كلنا نفهم، كل ام وكل اب وكل افراد الاسره يبتدوا يوعوا بعض ويوعوا الاخرين عن معاني الحريه ومعاني النظام ومعاني النظافه. يعني ما تبقاش مجرد اجازه بقى يبقى كل واحد على سجيته يعمل ما بداله، لا لازم تكون حريه وقضاء اجازه كمان بشكل مسؤول. هي ما ينفعش بقى نستخدم ثقافه الزحمه لان هيبقى علينا ضغط شديد. طب اسمح لنا دكتور ناخد هذا الاتصال من استاذه هاله. دايما كده يا رب. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه، مين معايا يا فندم؟ مدام فايزه. اهلا بحضرتك يا مدام فايزه، انا منورانا، اتفضلي. انا بس بتصل عشان اهنيكم على ظهوركم على النايل سات. ربنا يخليك يا فندم والله، الف شكر. دايما كده منورين انت في الدور المصري وعايزه اقول كمان ان انتوا كده بتعملوا زي دعايه ايجابيه للسياحه في اسكندريه. والله فعلا كلام حضرتك فعلا سليم، وده اللي احنا يعني وكان تغطيتنا النهارده بالذات وطرح موضوعنا للاجازه والسياحه ده اكيد لتحقيق هذا الهدف اللي حضرتك بتتكلمي عنه. احنا متشكرين جدا يا فندم لمكالمتك. دايما في تقدم قناه اسكندريه. شكرا ليكي على تهنئتك. شكرا. ففعلا يا دكتور يعني دايما عايزين ننبه الامهات النهارده ان هم بيقضوا اجازه مع اولادهم دايما ينتبهوا لعمليه السلوكيات، واحنا بنتكلم هنا مش بس عشان السياحه عشان نخدم السياحه، لا عشان كل حاجه. السلوكيات النهارده احنا محتاجين ننمي ونوعي الناس ازاي يتجهوا للسلوكيات الايجابيه السليمه. ولا ايه احنا دايما كان بيواجهنا بعد كل اجازه صيف ان بتبتدي الاسره تجيلنا بمشكلات من نوع جديد. المشكله ان الناس بتسيب ولادها في 3 أو 4 شهور الصيف، بتسيبهم بدون توجيه اللي هي ثقافه المصيف. احنا رايحين نصيف فخلاص احنا هنسيب الولاد والاسره كل واحد يتصرف من وجهه نظره. نعم. انا شايفه ان احنا عندنا فرصه جميله جدا ورائعه بعد ثوره 25 يناير في فهم معنى الحريات وحقوق الاخرين والالتزام بيها، ان احنا كل ام ليها دور في توجيه اولادها ان ال3 4 شهور اللي هناخدهم لحد ما تبتدي الدراسه من اول وجديد لازم نوجه ولادنا فيهم ازاي يحافظوا على الحريه لنفسهم وللاخرين. فعلا حريتي انا بتنتهي لما تبدا حريتك، لا اجور عليكي ولا الوث سمعك. احنا بنشوف بقى الكاسيت يبتدي يتعلق في المصايف ونبتدي محدش بيراعي حد ويبتدي الجيران يشتكوا من بعض واحنا خلاص اللي هي ثقافه الزحمه، لان احنا ابتدينا نعاني دلوقتي من الزحمه. تلاقي عربيه شيك جدا ماشيه في اي مكان وبيترمى من العربيه ورق او كيس في الشارع بدون توجيه من الاب والام اللي فيها. معانا اتصال تاني. لا في الحقيقه طبعا احنا الكلام مع حضرتك في الحقيقه دايما بنستمتع بيه، وان شاء الله نستكمل حواراتنا الجميله مع حضرتك في لقاءات اخرى جايه ان شاء الله. بنشكرك دكتور منى ابراهيم خبيره التنميه البشريه، جزيل الشكر على هذا اللقاء، منورانا. شكرا.